بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أحمد عثمان، وده الفيديو رقم 9 في سلسلة CCNA Exam Preparation. وفي الفيديو ده هنتكلم عن مقارنة سريعة كده بين ال OSI موديل وال TCP/IP موديل. TCP/IP موديل. خلينا بسرعة نفتكر ال OSI موديل. قلنا ال OSI موديل بتكون من 7 layers زي ما احنا شايفين على الشمال. Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical. وكنا شرحنا ال OSI موديل في فيديو مستقل. قلنا إن كل لاير ليها وظيفة معينة، وقلنا إن الهدف من تقسيم الاتصال بالطريقة دي ل7 layers إن إحنا نقدر نفهم أكتر الكوميونيكيشن ما بين الديفايسز على النتورك. فمثلا لو عندي مشكلة في الكيبل أو الإشارة أبدأ أفكر في الفيزيكال لاير. لو عندي مشكلة في الاي بي ادريسنج او الراوتنج افكر في النتورك لاير. لو عندي مشكلة في التي سي بي او اليو دي بي ابدا افكر في الترانسبورت لاير. فبالتالي الاو اس اي موديل بيدينا طريقة منظمة جدا عشان نفهم ونحلل بيها الشبكة. طيب ايه هو بقى التي سي بي اي بي موديل؟ التي سي بي اي بي موديل بيتكون من 4 layers، برضو نفس الحكاية من فوق لتحت. application, transport, internet, network access. بس مش معنى كده ان التي سي بي اي بي موديل هو الاو اس اي موديل بس قللنا عدد اللايرز. لا، ده التي سي بي اي بي موديل ده موضوع تاني خالص. الاول ليه اسمه تي سي بي اي بي موديل؟ لانه اهم بروتوكولات المستخدمه في الانترنت، سواء بروتوكولات التي سي بي او الاي بي، ارتبطت بيه، زي ال HTTP، ال HTTPS، ال DNS، ال DHCP، ال TCP، ال UDP، ال IP، ال ARP، وفي برضه الايثرنت بروتوكول وغيرهم تاني. لو رحنا للابلكيشن لاير في التي سي بي اي بي بروتوكول هنلاقيه بيضم 3 لايرز من الاو اس اي موديل، اللي هم الابلكيشن والبرزنتيشن والسيشن. يعني الاو اس اي موديل ابلكيشن زائد برزنتيشن زائد سيشن بتعادل الابلكيشن لاير في التي سي بي اي بي موديل. لكن التي سي بي اي بي موديل مش مهتم بنفس الدرجه بالفصل النظري يعني بين الوظائف الثلاثه. يعني عندك مثلا ال HTTP وال HTTPS وال DNS وال DHCP وال TCP وال UDP، كل البروتوكولز دي بنلاقيها شغاله في الابلكيشن لاير. هل معنى كده ان البرزنتيشن والسيشن اللي كانوا في الاو اس اي موديل اختفوا؟ لا، الفانكشنز بتاعتها او الوظائف بتاعتها لسه موجوده، لكن هم شافوا انه مش لازم تكون في لايرز مستقله في نموذج ال TCP/IP موديل. يعني البرزنتيشن لاير في الاو اس اي موديل كانت بتعمل داتا برزنتيشن وانكودنج وانكريبشن وكومبريشن. في التي سي بي اي بي موديل الوظائف دي ممكن تكون جزء من لاير الابلكيشن نفسها. ونفس الكلام برضو بالنسبه للاير
السيشن في الاو اس اي موديل بقت جزء من الابلكيشن، بس مش معنى كده ان هي الفانكشن بتاعتها او الوظيفه بتاعتها اختلفت. بعد كده نروح للترانسبورت لاير في التي سي بي اي بي موديل. ده تقريبا هو الترانسبورت لاير في الاو اس اي موديل. وعندنا برضو اتنين بروتوكول، التي سي بي واليو دي بي. التي سي بي بيوفر ريلايبل كوميونيكيشن، يعني لازم يتاكد ان الداتا وصلت كويس للديستنيشن، ففي اكنولجمنت وريترانسميشن وفولو كنترول وحاجات زي كده يعني. لكن اليو دي بي خفيف، ما فيهوش نفس الريلايبيليتي، بس الموثوقيه يعني، بس ممكن يستخدم مع الفويس اوفر اي بي عشان سريع، او الستريم. لو رحنا للانترنت لاير نمبر 2 في التي سي بي اي بي موديل، ودي تعادل تقريبا النتورك لاير في الاو اس اي موديل، هنلاقي اهم البروتوكولز اللي شغاله عندها الاي بي والاي بي فيرجن 4 والاي بي فيرجن 6. والاي بي طبعا مسؤول عن اللوجيكال ادريسنج والراوتنج، يعني لما الباكت عايزه تروح من شبكه لشبكه تانية، الراوتر بيستخدم معلومات الاي بي عشان يودي الباكت للحته المفروض توصل. هنروح للنتورك اكسس لاير، وبده بيجمع وظائف الفيزيكال لاير والداتا لينك لاير، وده بيتعامل مع حاجات زي الايثرنت والواي فاي والماك ادرس والفريمز. عايزين نشوف طيب ليه العالم ما اكتفاش بالاو اس اي موديل؟ ليه عملوا تي سي بي اي بي موديل؟ طالما ان الاو اس اي موديل منظم جدا، ليه ما استخدموش بس وخلاص؟ الحقيقه ان التي سي بي اي بي موديل كان موجود ومستخدم قبل ما الاو اس اي موديل ينتشر. كان مستخدم في شبكات الانترنت، وبالتالي الاو اس اي موديل ظهر كريفرنس موديل، وكان في فعلا بروتوكولات التي سي بي اي بي. لكن لما الانترنت انتشر واستخدامه كتر، اصبح التي سي بي اي بي موديل هو الاساس العملي للانترنت. هل معنى كده ان الاو اس اي موديل فشل؟ لا طبعا، الاو اس اي موديل ما فشلش، بالعكس الاو اس اي موديل مهم جدا في دراسة الشبكات، ولسه بنستخدمه لحد النهارده في التعليم وفي الترابل شوتنج والنتورك ديزاين، وازاي نحدد المشكله في الشبكه. هل المشكله مثلا في لاير 1 ولا لاير 2 ولا لاير 3 ولا لاير 4 كده يعني. يعني الاو اس اي موديل ممتاز جدا كريفرنس موديل، كموديل مرجعي، وزي يعني بيبقى ايه، طريقه للتفكير وحل المشاكل في الشبكه. يبقى الفرق الاساسي ما بين الاو اس اي موديل والتي سي بي اي بي موديل، ان التي سي بي اي بي موديل ده بروتوكول سوت بجانب انه موديل، يعني مجموعه من البروتوكولز بالاضافه انه موديل. يعني مثلا لو انت عايز، هنضرب مثل فور اكزامبل، مثلا لو انت فتحت جوجل، اول حاجه عايز تعرف الاي بي بتاع جوجل، فهتستخدم بروتوكول الدي ان اس، وده موجود في الابلكيشن لاير في التي سي بي اي بي موديل. بعد كده الداتا ممكن تستخدم تي سي بي في ترانسبورت لاير. بعد كده تاخد اي بي في الانترنت لاير، وبعدين في النتورك اكسس لما تتنقل عن طريق الايثرنت او الواي فاي.
طيب احنا درسنا الاو اس اي موديل، ليه في السي سي ان اي خلونا ندرس التي سي بي اي بي موديل؟ لان التي سي بي اي بي موديل هيقابلك في كل حاجه. بص البروتوكولز اللي هو بيتعامل معاها: تي سي بي، يو دي بي، اتش تي بي اس، اتش تي تي بي، دي ان اس، دي اتش اس بي، اي بي، اي ار بي، ايثرنت. فهيطلع لك في كل حته من الاخر يعني. لكن ما نقدرش نقول ان الاو اس اي موديل ده نظري وان التي سي بي اي بي عملي. الاداء يعني نقول ان كل واحد فيهم ليهم وظيفه مختلفه. التي سي بي اي بي مرتبط بالانترنت، وهو بنفس الوقت بروتوكول سوت. والاو اس اي موديل مهم جدا في الترابل شوتنج. ما اعتقدش في حاجه تانية ممكن تتقال في الجزء ده. وان شاء الله يا ريت يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.